مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة أدنان محمد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الإطلالة الجديدة طبعا، اللي من خلالها غندوي على واحد الاسم اللي أكيد اليوم كيفرض ذاته وكيفرض نفسه بطريقته الخاصة، خصوصا مع فريق الاتحاد السعودي. الأمر يتعلق بالأسد المغربي وابن حظيرة المحيط. الأمر يتعلق بابن مدينة أسفي عبد الرزاق حمد الله. أكيد هذا الاسم الذي عرف كيف يعني تؤكل الكتف صراحة منذ البدايات. ملي كنقول منذ البدايات، حمد الله لما كان في أولمبيك أسفي يعني حقق الهداف مرتين، ولما جاء العرض الاحترافي باش انه يمشي للدوري الصيني طبعا ذهب وترك بصمة لم يستطع اي احد في الدوري المغربي انذاك في ذاك الموسم انه يحقق الهداف وفاز بهداف الدوري انذاك، لانه ما كانش في صيغه الاحتراف. يعني اليوم حمد الله من بعد ما برز مع الفريق الصيني واكيد تالق معه وسجل معه اهداف وكتب التاريخ معه، فكر حمد الله انه يمشي للدوري القطري. كذلك الدوري القطري كالعاده يا ساده، حمد الله يزأر بطريقته الخاصه بتسجيل الاهداف بطرق مختلفه، سواء مع نادي الجيش سواء مع الرهيب الريان. يعني هذا الاسم اينما حل وارتحل الا وكتب اسمه باحرف من الماس ليس من ذهب، لانه كنعرف حمد الله سبحان الله ديك الكاريزما وديك الشخصيه اللي عنده ديما كتخليه انه يبدع بطريقته الخاصه، الا وهي تسجيل الاهداف، ارهاب يعني الخصوم وهز شباك المنافسين بطرق مختلفة وبأهداف تكون أكثر روعة وأكثر جمالية. أكيد حمد الله ما وقفش عند هذا الحد، فذهب للدوري السعودي قبل أنه يعني نولينا نسمعوا اليوم دوري روشن السعودي اللي ولات عليه واحد الهالة ولات عليه واحد المتابعة كبيرة جدا من طرف المتتبعين، سواء يعني الاتحاد الدولي للكرة والاتحاد الآسيوي ولا الجماهير من كل جدب وحدب، لأنه اليوم وجهة النجوم هي الدوري السعودي. لكن حمد الله ذهب قبل مواسم للدوري السعودي كالعادة بطريقته الخاصة، يكتب اسمه بطريقته الخاصة مع فريق النصر السعودي، أو ما يسمى أو ما يحلو للجماهير السعودية والعاشقة للأصفر العالمي صراحة، النصر العالمي أو الفريق العالمي. أنا ذاك حمد الله يعني ولا فريق ولا مدافع استطاع أن يوقف حمد الله عن كتابة التاريخ بطريقته الخاصة. حصد الأخضر واليابس، سجل أهداف من ضربات الركنيات، سجل أهداف من ركلات الجزاء، سجل أهداف بالرأسيات، سجل أهداف من تسديدات قوية بمقصيات لهاتريك أو بثلاثيات كما يحلو لعشاق النادي العالمي النصر السعودي. بأي طريقة تحب حمد الله سجل بها صراحة. أنا ذاك في حقبة كانت حقبة تاريخية، أصبح الجمهور النصراوي يتحدث عن حمد الله وكفى، لأنه كان هو تقريبا يمثل نسبة كبيرة من إنجازات الفريق، لأنه حقق مع الدوري، حقق مع كأس خادم الشريفين، حقق مع يعني كل البطولات الممكنة مع فريق النصر. حمد الله يعني غادر بطريقة لم يكن متوقعها، يعني لم يكن يتوقعها أكبر المتشائمين. شفنا الطريقة باش غادر فريق النصر السعودي، واللغط اللي كان من انتقاله من عالمي إلى عالمي اتحاد جدة السعودي، يعني بالدوري السعودي وبدولة العربية أكيد المملكة العربية السعودية. هذا الفتى الذهبي الذي صال وجال من المحيط إلى الخليج كان اسم على مسمى فعلا عبد الرزاق، الذي لا يكل ولا يمل في تسجيل الأهداف بطريقته الخاصة. كما قلت انتقل عبد الرزاق حمد الله من النصر السعودي لاتحاد جدة السعودي. لكن نفتح واحد القوس، خصوصا أنه قوس مهم جدا قبل العودة لمرحلة عبد الرزاق حمد الله
مع اتحاد جدة السعودي اللي كنعرفوا انه دازوا فيه ما شاء الله لاعبين مغاربة أبلوا البلاء الحسن وكتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب، من بينهم أحمد البهجة، الاسم الذي بصم اسمه كذلك وكتب اسمه بأحرف من ذهب مع الاتحاد جدة السعودي. وأخيرهم كان هشام أبو شروان لاعب فريق الرجاء سابقا والمنتخب الوطني المغربي، واليوم حمد الله يواصل الزائر هناك بالسعودية. قلت القوس الذي سأفتحه هو المتعلق بحمد الله وتجربته مع المنتخب المغربي، خصوصا في التربص اللي كان في مدينة مراكش. وكنعرفوا انه كان ديك الوقيته من الاسماء اللي يضرب لها الحساب، يعني ويضرب لها 1000 حساب في المنظومة الكروية السعودية. لما كان مع النصر السعودي سجل هدف كما قلت بطرق مختلفة، لكن جاء به للمعسكر وغادر قبل تقريبا 24 ساعة من الانتقال إلى دولة مصر التي استضافت آنذاك نهائيات كأس إفريقيا. حمد الله لم يعني يحبط في تلك الفترة، لم يتراجع مستواه في تلك الفترة، بل واصل المسار. كيف ذلك؟ لما التحق بالاتحاد جدة السعودي وبعض المشاكل التي يعني لازمته بعد الانتقال اللي كان فيه لغط وصراع بين مكتبين، مكتب النصر السعودي ومكتب فريق اتحاد جدة، خصوصا أن اتحاد جدة كان يشوف أنه انتقال حمد الله من النصر كان انتقال حر وكان يعني انتقال قانوني. في المقابل أنه فريق النصر شاف العكس ورأى أنه انتقال حمد الله من النصر للاتحاد كان غير قانوني، ومشات الأمور لمحكمة الطاس وكذلك يعني أخذت وقت طويل. لكن بعد ذلك حمد الله ينصف وأصبح لاعبا حرا ولاعبا أعطيت له الفرصة باش أنه يكتب التاريخ بطريقته الخاصة كالعادة بالأهداف. أكيد الموسم الأول كان هداف عن جدارة واستحقاق مع الاتحاد رغم الضغوطات، رغم المضايقات، رغم مجموعة من الأمور التي تعرض لها حمد الله. لكن الأسد المغربي ابن مدينة أسفي كالعادة يا سادة لا يمل ولا يكل في كتابة الأسطورة الجديدة في تاريخه وفي تاريخ اللاعبين المغاربة المحترفين. نعم حصد الأخضر واليابس، نعم تفوق على كبار اللاعبين الموجودين في الاتحاد آنذاك، الاتحاد السعودي، والكل كان يتغنى على الساطي كما يحلو لجماهير الاتحاد أنه يعني دخل تاريخ النادي من الباب الكبير، من الباب الواسع. حمد الله في الموسم الحالي وفي الانتقالات الصيفية جاء بأحسن لاعب للموسم الماضي في العالم، ألا وهو كريم بنزيما، أحسن رأس حربة في ريال مدريد في السنوات الأخيرة. يعني الكل كان يقول أن حمد الله انتهت حقبته، الكل يقول أن حمد الله وجب عليه الرحيل، سواء من الجماهير، سواء من الصحافة السعودية، سواء من المختصين والنقاد والعاشقين للكرة السعودية والعاشقين للاتحاد. الكل قال أنه اليوم جاء أحسن رقم 9 في العالم. إذن حمد الله لا مكان له في الاتحاد. نونو سانتوس يعني المدرب البرتغالي اللي كان يقود سفينة الاتحاد، نعم تقف حمد الله وبدأ حمد الله يدخل في المنافسة رويدا حتى كسب الرسمية. جاء بكريم بنزيما، دخل بنزيما، لكن بنزيما ليس بنزيما الذي كان في الريال. لحدود اللحظة لم يجد ضلته بنزيما، وحمد الله يواصل كتابة التاريخ، يواصل تسجيل الأهداف، يواصل يعني كتم الأفواه إن صح التعبير، يواصل الاستجابة والإجابة بطريقته الخاصة فوق أرضية الميدان. ما شاء الله يا حمد الله واصل العمل، وأسد تمثل اللاعب المغربي أحسن تمثيل رغم الضغوطات. والغريب في الأمر صراحة أنا شخصيا اللي تار انتباهي هو في المباريات الأخيرة
يعني شفت خرجات من النقاد او محللي بعض القنوات، يعني انه حمد الله لازم انه يغادر في الانتقالات المقبله الصيفيه، لانه يعني لم يترك المجال لكريم بنزيما من اجل انه يبسط هيمنته، من اجل انه يسترجع امكانياته وتسجيل الاهداف، وهي الهوايه المفضله لكريم بنزيما، هذا حق. لكن حمد الله كذلك عرف كيف يمتص الحماس، حماس الجماهير، عرف كيف يمتص الانتقاد الخاص بالمحللين والمنتقدين، وحمد الله يواصل الإنجاز ويواصل كتابة التاريخ رغم أنف الكيدين، رغم أنف الحاقدين، رغم يعني كل من يحاول إضعاف إمكانيات حمد الله. حمد الله يقول أنا موجود برود الدم بأهداف ليست عادية صراحة، وهذا ما نبحث عنه نحن كمغاربة، أنه من يمثل السفير الكرة المغربية يمثلها أحسن تمثيل، وخير دليل هو الإنجازات اللي حققها الحين حمد الله عبد الرزاق، اللاعب السابق لأولمبيك السفيل، وله تجربة في الدوري الصيني، ذلك بالدوري القطري ومع النصر السعودي، واليوم مع اتحاد جدة السعودي الذي يواصل معه التألق ويواصل معه تحقيق الانتصارات وتسجيل الأهداف، حين يعتبر هو الهداف الثالث في دوري روشن السعودي بعد مرور 21 جولة من التباري. إذن هذه خلاصة لعبد الرزاق حمد الله الذي جاء من الظل إلى المجد، واليوم يواصل كتابة التاريخ بطريقته الخاصة. إن شاء الله نلتقي في إطلالات أخرى وفيديوهات أخرى، دائما على قناتكم قناة محمد عدنان. في أمان الله.